مين اللي جاي لي دلوقتي؟ انا جيت. استاذ محمد، انا جيت نضف الحته. يا خراب ابيض، الاستاذ محمد جه على الباب يا ولا، وانا كنت لسه ما نضفتش الحته والدنيا مزبله. الا الاستاذ محمد لازم لما يدخل البيت يلاقي الدنيا كلها فل ومية عشرة. حطوا اللايك عشان الاستاذ محمد لازم، خدي بالك لازم عمليه التفخيم يا استاذ محمد. حتى لو كان التفخيم ده عشان ابنك، وماله هو مش ابنك حبيبك؟ هو لازم يعني يبقى جوزك؟ ده حتى الجوز بيغدر بيكي، ابنك حبيبك عمره ما هيغدر بيكي في يوم من الايام. فخمي فيه ودلعيه. يلا حطوا اللايك يا بنات، قولوا لنا كده تعليق حلو عشان الاستاذ، فخمولي الاستاذ محمد. هو انا عشان مش عندي جوز يعني يبقى ما عنديش ان انا افخم؟ لا، ده انا سي محمد عندي بالدنيا كلها. قمت كده وايه بسرعة، قلت انضف الحتة كده واظبطها، ومسكت الانتريه كده خليته فله بيبرق، كان معفن والله. قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش يوم الجمعة وكمان هنشتغل فيه. قمت ظبطته كده ولمعته، ولان كان كله كان بياكل عليه لب وبتاع، قلت يلا ومسكته كده فرتكته يعني. كله كان متبهدل من تحت، الشلة كلها لب ومتبهدل خالص. فقلت يلا، والاستاذ بسيوني كمان خلي بالك. انا دلوقتي قعدت بقول له يا استاذ بسيوني، بفخمه عشان يرحم امي شويه، لان بقوم من النوم بلاقي ظهري متكسر من كتر ما بني ادم نايم على ظهري، والله مش بحلاله النوم الا هو على السرير بتاعي. يكونش عامله له عمل يا ولا ما تفهموش. المهم الاستاذ بسيوني اول ما بيسمع المكنسه يلي هوي اكني كان في حرب واشتغلت، بيطير بيختفي، ما تفهموش بيختفي فين اول ما بيسمع صوت المكنسه. وبعدين جيت هنا على السفرة لمعتها وظبطتها، كانت كلها تراب زي ما انتوا شايفين، ومتبهدله خالص. وبين انا شايله من عليها المفرش بتاعها، فتحسوا ان النفس الرطوبه مع النفس مع ده. ايه ده الاستاذ محمد اهو يا ولاد. الواد دخل. المهم يعني مع الرطوبه يعني بلاقي تحت الازاز كده زي شبوره، فاقعد لازم اشيل الازاز، والازاز بيبقى صعب عليا جدا لما باجي اشيل. المهم لمعت الريسبشن كله وخليته فل 110 و14 زي ما بيقولوا، ولا مش عارفه بيقولوها ايه. المهم دخلت على اوضه الاطفال بقى، الا الاوضه بتاعت الاستاذ محمد لازم تتلمى وتتروق وتغير الملايات كده. ده احنا النهارده الجمعه، وجمعه مباركه عليكم. اوعوا تنسوا تقروا سوره الكهف يوم الجمعه، تنور لنا قبرنا. يا عالم احنا رايحين على فين، ولا حياتنا هتبقى دنيتنا ماشيه ازاي. وهوب غيرنا الملايات. وبصوا ايه رأيكم؟ قلت بقى ايه، شلت الدفايات كلها وغسلتها، حطيتها دورة غسيل كده، وكمان اوضه النوم لمعتها وخليتها فل عشان ما تاخرش على الاستاذ محمد وهو واقف يا وليه. وبعد كده دخلت على المطبخ، كان متبهدل والله العظيم متبهدل. وبعدين قولوا لي مبروك يا بنات، قولوا لي ان انا اشتريت الميكروويف بقى، وايه كان تحفه. اي نعم خدتلي علقه بسبب الميكروويف ده، انضربت في سعره موت، بس يلا ولا يهمني. بصوا بقى الازازه بتاعت البخاخ الزيت ده كنت جايباه عشان الاير فراير. المهم مره في التانية ورفضت ايه، ومش عارفه افتحها تاني. تفتكر اعمل ايه بقى؟ حطيتها في ميه سخنه، ما فيش فايده. قالوا لي حطها في ميه سخنه يمكن يكون الزيت عمل عليها من فوق فخلى الغطا بس هو اللي بيلف. لو حد حصلت معاه قبل كده قولولي. لمعت البوتاجاز بقى وجبت البخاخ بتاعي، حاطه فيه شويه صابون سائل كده مع شويه كلوريكس الوان وشويه معطر كده، واديتها بقى على الستانلس خلاها تحفه وريحه الحاجه تحفه. دخلت بقى عليها على الرخامه كده ولمعت الرخامه من فوق لتحت. مش عايزه اتاخر على الاستاذ محمد بيه بتاعي يعني، فايه قلت ايه شقلب كده يعني، مش هطول عليكم الفيديو يا بنات، ده انتوا ما فيش احسن منكم في النظافه. المهم ايه لمعت الحته كده وخليتها فل زي العسل. وبص الميكرويف بتاعي هو جايباه سمارت يا بنات، 25 لتر.
دخلت بقى وقلت مش عشان يعني هو ابني مش هبقى ريحتي حلوة ولا جميلة، لا ده انا احط اظبط نفسي كده وافتح له بالهنا. وبعدين بعد ما فخمته ودخلته وضربته وظبطته قلت تعالى ما نخرج بقى نشوف، نجيب حبة، يعني كنا خارجين وكده قلنا نعدي نتفرج، مش لازم نشتري، ما في الزمن ده ما حدش بيشتري يعني. بس انا اشتريت يا بنات، اشتريت ايه بقى؟ فرشة وبلاشر وكم صبع روج كده حلوين جمال كده امارات. وبعدين ايه، لفيت شوية كده في المحل وريهولكوا. شايفين الاوتوفيت بتاعي يا ولاد؟ شايفين انا النبي حلوه حلوه عسل كده يا بنتي يا شوشو. قولوا لي رايكم في الاوتفيت بتاعي يا بنات. كان في بقى ترندي كده طالعه جديده اللي هي ايوه اللي زي اللي ماسكاها ديت، بيقولوا عليها شاش قطن، يعني ميكس بين لونين. المهم ايه، كنا نازلين عشان نجيبها وما لقيناهاش، لقينا منها الكواليتي الخفيف فسيبناها. وبعدين مشينا كده لقينا محل فاتح جديد، الله الريحة دخلت في مناخيري، قلت ابدا والله ما اروح اللي ما كنت شاريالي. المهم بقى ايه، نفسي مش راحت للحلويات الشرقي زي ما انتوا شايفين كده، فقلت ادخل على التقيل بقى. هاي انا يا بنات، وقلت بقى ادخل على التقيل. فانا كنت صراحة ايه ونفسي مايعة من التورت برضو، فقلت اجيب لي ايه شوية دوناتس. يا لهوي خطيرة خطيرة جدا يعني. جبت الواحدة كانت ب20 جنيه، جبنا بقى 3 انواع. شايفين يا بنات التورت ما شاء الله. شفت الدولار بالجزون عشان الدولار غالي والدنيا غالية والدنيا هتولع بينا ان شاء الله ومش عارفين رايحين على فين. المهم اوريك الدوناتس بقى. جبت الدوناتس دي كان الطبق الاخير ده انا اللي شلته كده خدناه. المهم جبت واحدة من اللوتس على واحدة من الاوريو على واحدة من النوتيلا، وبعدين مشينا. قلت ايه ده انا همشي يعني زي ما مشيت زي ما رجعت وهروح اكل في البيت؟ قلت والله ابدا ما تحصل. ايه يعني؟ قلنا بقى ايه وانا راكبه الميكروباص كده يا بنات، قلت والله ابدا طلعي يا بنت وناكل. ولما طلعت وكلنا افتكرت اصور لكم، طلعت لكم منظر الدوناتس بقى بالشكل اللي انت هتشوفوه ده ومحدش يتريق. تمام. لقيت الميكروباص يعني فاضي، فقلت اما اطلع واكل، بس كل حاجه كانت بتبصبص في وشي، فقلت كفايه كده. شفت قرمه بقي كلها باللوتس وديت بالاوريو والتانية كانت بالنوتيلا جواه. ومروحين